النهاردة خلصت شغل في الحوض الحمد لله. وعلى الرغم من ان وقت العصر المية بتبقى دافية جدا ولونها مغري، لكن للأسف مضطر أبدأ أرمي فيها فضلات عشان نبدأ دورة بيولوجية ونستعد لاستقبال ذريات الجمبري. للأسف الشديد تربية الجمبري طلعت صعبة جدا، إن ما كانتش أصعب الأنواع في التربية على الإطلاق. وده بسبب إنه حساس لمتغيرات كتير ونسبة النفوق فيه عالية حتى مع الناس اللي عندها خبرة. لكن الميزة إنه لو اتعلمنا طريقة تربية الجمبري بشكل علمي ومظبوط، وعلى افتراض إنه قللنا عدد النافق والخسائر على قد ما نقدر، هنبقى حققنا أعلى عائد للمتر مربع مقارنة بأي نشاط زراعي تاني. وده طبعا باستثناء بعض الزراعات الحصرية اللي بتجيب دخل عالي لكن بتفترض وجود مياه عذبة وأرض خصبة إلى حد ما. لكن مميزات الجمبري وخاصة الفنمي إنه بيستحمل درجات مختلفة وعالية جدا من الملوحة. لكن التحديات في تربية الجمبري خاصة للمبتدئين بتبدأ من قبل ما تجيب الزريعة أصلا، لأن مش بس عدد الموردين قليل جدا ويكاد يتعدى على الصوابع، وده بسبب إن تفريخه في الأسر طلع عملية علمية معقدة جدا، وحتى الناس المحترفين في استزراعه ما بيحاولوش يبدأوا فيها أصلا. تفترض وجود أحواض مجهزة بشكل ولون محدد، وبيلتزموا بنظام غذائي معقد وظبط متغيرات كتير في خصائص المية، وبيحطوا ويطلعوا الذكور في أوقات محددة بعد ما يقصوا عينها. وشكلها عملية معقدة جدا مش شبه أي نوع من أنواع تفريخ الأسماك التانية. لكن لو افترضنا إننا وصلنا فعلا لمصدر حقيقي وغير وهمي لزراعة الجمبري، لكن أكبر مشكلة هتواجه أي حد في الأول هي عدد الزريعة اللي هيطلبها زائد ملوحة المية عنده. وده لأنه صحيح إن الجمبري الفانيميا عنده قدرة عالية على تحمل درجات ملوحة مختلفة، لكن اليرقات الصغيرة بتبقى حساسة جدا، وأي تغير مفاجئ في ملوحة المية أو محتوى عناصرها بيعمل صدمة وبنفقد جزء كبير من الزريعة. فاللي بيحصل إنه لو نسبة الملوحة عندنا مختلفة عن الملوحة اللي في المفرخ، حضروا حوض مخصوص بنفس نسبة الملوحة اللي عندنا. فبالتالي لو حد مبتدئ ونسبة الملوحة عنده مختلفة، هيبقى صعب جدا يلاقي مصدر يطلع له عدد صغير من الزريعة. وده اللي حصل معايا فعلا، يعني بقالي شهرين تقريبا بحاول أتواصل مع مصادر كتير، مع 20-30 مصدر، ومحدش فيهم قادر يساعدني بتوفير العدد المطلوب بسعر مناسب. لكن بعد البحث والتخبيط على بيبان كتير جدا، الحمد لله تقريبا قدرنا نوصل للمصدر الرئيسي اللي بيوفر ذرات الجمبري. فإن شاء الله لحد ما يوصلوا هنحاول نبدأ دورة بيولوجية في الحوض، لأن الجمبري على الرغم من إننا ممكن نوفر له علف، لحسن الحظ إنه ممكن نعتمد في تغذيته بشكل حصري على البكتيريا وكائنات دقيقة مختلفة. واللي فهمته إن في تقنيات وأنواع كتير مختلفة من الكائنات الدقيقة اللي ممكن نضيفها للحوض مباشرة، لكن في مصادر ومختصين أكدوا لنا إنه ممكن نحضرها بنفسنا عن طريق إننا نحط فضلات حيوانات زي الخرفان، الأرانب، الفراخ والبط، ونسيبها في الحوض لفترة قبل نزول الزريعة مع ضخ الأكسجين بشكل مستمر. حسيت إنه هيبقى مناسب جدا لو حطينا البط على الأقل بشكل مؤقت لحد ما نجيب زرعة الجمبري إن شاء الله. فربنا ييسر الحال إن شاء الله، ولو تم على خير في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنقول لكم على كل التفاصيل، وهنقول الحوض اتكلف كام والزريعة بكام، وهنقول لكم على المصدر اللي جبنا منه إن شاء الله. حابين تعرفوا تفاصيل أكتر أو تتفرجوا على المقاطع الطويلة بتبقى كلها موجودة على اليوتيوب، فيشرفنا جدا إنكم تتابعونا هناك إن شاء الله، وهحط لكم لينك القناة في التعليقات. شكرا جدا لوقتكم، وربنا يطرح في سعيكم البركة ودعواتكم يتم على خير إن شاء الله.